درت البيان اللي راح نشوفوه واللي يقول فيه ما يلي حتى نقراه لكم بشكل كامل. تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة اللي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجمعة بالجزائر، حسب قولهم هم يقولوا دنيئة وسخيفة بعد الخرق السافر، على حسب زعمهم خرق سافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد إلقاء كلمة سموها خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الرياضي. زين عامر، بيان جديد من الجامعة الملكية المغربية يتحدث على نجل نيلسون مانديلا اللي ألقى كلمة ويتحدث على الشعوب المقهورة و تصفية ما اسمها بالاستعمار. والله اولا حكيم انت قلتها يعني ولا مسلسل هذا كانهما راهم ولاو فارغين شغل. احنا الحمد لله يعني المسؤولين تاعنا راهم يعني يديروا في خدمتهم اليوميه، وحنا الشان يعني ابهر الجميع البارحه بحفل الافتتاح وبالملاعب، يعني بشهاده رئيس انفانتينو اللي تكلم وقال عمري ما شفت ملعب كملعب نيلسون مانديلا في كل القاره الافريقيه، وهذه الشهاده يعني وحدها تكفي لتبين ان الجزائر يعني المكانه اللي ولات عندها في القاره الافريقيه. ثانيا انا نظن اليوم لما يتكلموا على تدخل السياسه في الرياضه ما يعني سي كلير كوم دو لو دو روش بلي هما اللي راهم يدخلوا السياسه في الرياضه، لاننا اليوم السؤال طرحته البارح نعاود نطرحه، يعني اتساءل كيف لرئيس جامعه رياضيه اللي هو وزير الماليه يتكلم على تدخل السياسه وهما اللي خرقوا كل يعني القوانين. واليوم يعني لما نشوف ان التدخل تاعو هذا يعني يبين كل شيء، يبين ان اليوم هذا المخزن، لان نتكلم على المخزن المغربي راه كما نقولوا احنا كانه يعني مشحون، يعني حاب كوت كوت تصرى كاش عفسه. لا، احنا رانا كل شيء. وزيد على ذلك لما يتكلموا على نجل نيلسون مانديلا، هل يا ترى هذا سامحني هل لما تتكلم على نجل يعني نيلسون مانديلا هل هذا يعني خدام في الفيدراليه ولا في الحكومه؟ هذا انسان مستقل، انسان اللي ما عنده حتى صفه في الرياضه الجزائريه ولا في السياسه الجزائريه، انسان بصفته جا كصفه حفيد نيلسون مانديلا. يقدر يكون هو سياسي في بلاده ولا هذه الاشياء اشياء يعني كما نقولوا احنا سي دي شوز بيرسونيل. كي يتكلم كاش واحد كتب له ديسكور واش يتكلم، هو جا بصفته باش يعني ريبريزونت لا فامي مانديلا، لان كان لهم الشرف ان الملعب سمي بهذا الانسان وهذا المناضل الكبير لحقوق الانسان. اليوم جا تكلم القى كلمته، ومعروف نيلسون مانديلا يدافع على استقلاليه البلدان، واليوم الحفيد تاعو راح في نفس الاتجاه. هذا الشيء بالك يعني صاديرونج المخزن المغربي، ولكن لماذا تدخل الجزائر مره اخرى؟ اليوم نظن هل يعني هو تخبط من الجامعة المغربية لأنه نعم الشعب غاضب لعدم مشاركة منتخبهم في بطولة في عدم مشاركة منتخبهم، تخبط في يعني كثير من المشاكل الداخلية، وهما يحبوا يعني يعاودوا كما نقولوا احنا يفول ديتورني لوبينيون بوبليك تاعهم فير هاد لي فو بروبليم او ليو دو سوكوبي دي فري بروبليم تاعهم في الشأن. قلت لك انا ما ندخلش في الشأن الداخلي تاعهم، هذا يعني بيناتهم. احنا الشعب المغربي نحترمه، ولكن هذا المخزن يعني راهو يدير في بعض الاشياء اللي اليوم يعني قلتها لك البارح هذا لقجع خلاص يعني يلا ديباسي توت لي ليميت. وانا هذا المخزن نقول له قعدوا تخبطوا يعني وديروا البيانات واحد ما يقراهم، وهذه الاشياء احنا والله ما تهمنا. ونتمنى يعني احنا خلاص حكيم، لان شوف الحمد لله كما يقولوا بالعربيه سقط القناع، اليوم بان كلش.